مفيش حاجة أحسن من التمشية في مصر الجديدة، ويا سلام بقى لو نروح ندخل المكان ده في أول ويك إند من شهر 9، علشان ببساطة لو عندنا أولاد هنجيب لهم طقم الهايلايتر ده 12 لون ب 20 جنيه، أو علبة ألوان خشب أعلى ماتيريال ب 55 جنيه، أو علبة فيها 12 قلم رصاص يكفوهم طول السنة ب 36، ولو سوبر تبقى ب 45. ولو قلت لي هجيب الحاجات دي لمين؟ أنا أولادي مش في المدرسة، في الجامعة، هقول لك إن في تاجر كبير جدا هيكون موجود بيبيع كل شنط الجامعة والخروج على الميزان من أول قطعة بتبدأ من 150 جنيه. أقول لك على حاجة، سيبك من ولادك خالص وتعالي شوفي تاجر الفضة اللي جايه من شارع المعز باحسن اكسسوارات في الفضه. وما تنسيش ان اكتر حاجه هتفرق في نفسيتك انك تجددي وتغيري مفروشات البيت، هتلاقي برضو هناك افخم واشيك الموديلات. ولو انت بقى من محبين الميك اب، هتلاقي هناك كل الميك اب بتاع شجلام فوري وباقل من سعر ستايل. ولو مالكيش في ده كله وبتحبي الفاشن، فاكيد بتحبي زارا. زارا هتتباع هناك على الميزان من اول قطعه من اكبر تاجر في مصر الجديده، وهيكون معاه كل الشميزات الستان بالوانها اللي بتبدا على الميزان من 243 في جنيه. لعبة روبوت بتتحول لديناصور بتتباع هناك ب 6 بدل 12 دولار. واوعى حد يفتكر ان مفيش لبس ولا مستلزمات رجالي، عشان كل اللبس الرجالي من الالف للياء المحلي والمستورد نازل عليه عروض خطيره هناك، ده غير براند البن المعتبر اللي نازل باقل سعر. ولو محتاجين لنضاره شمس او نظر، نازل عليها عروض خطيره لمده الثلاث ايام دول، اللي هتبدا اسعارها جوه العروض من 165 جنيه. ده غير كمان انكم تقدروا تجيبوا معاكم الكشف بتاعكم وتعملوا النضاره هناك وتستلموها من اقرب فرع ليكم. ما تنسوش بقى تكتبوا لي ايه الحاجات التانيه اللي انتوا عايزينها تكون موجوده في نفس المكان.